مثل ما شفنا زيارة نجوم محترفين لأكاديمية سباير، وطبعا هم نجوم الدوري القطري كانوا متواجدين في اليوم الأولمبي المدرسي وفي مراكز الاكتشاف المواهب، وكانوا يلعبون مع الصغار ويسلمون معاهم يسلمون عليهم ويصورون معاهم. كابتن ايش رايك في الفكرة وزيارة المحترفين للأطفال الصغار؟ طبعا هذه مبادرة طيبة من قبل اللاعبين المحترفين نجوم قطر. وطبعا الشباب اللي صغار يعني يحتاجون هذا الدعم النفسي. لما اللاعب الصغير هو كبداية يعني يشوف لاعب محترف مهتم به، ويشوف اللاعب أن يدعمه ويتكلم معاه، اللاعب الصغير يحس بأنه هو أكو أحد يهتم به، يحس بأنه أكو شخص يريد يعلمه، فهو يعني يتمنى هذا اللاعب الصغير أن يصبح لاعب محترف مثل اللاعب المحترف. تشجيع حافز له. إيه تشجيع حافز صحيح. زين، هل قمت بنفس هذا الدور في العراق يعني من زيارة الأطفال أو مراكز تدريب؟ احنا شوف في العراق احكي لك صراحه احنا ما عندنا يعني هيك يعني كاكاديميه تدريب او كاكاديميه يعني تصنع لاعبين شباب. بس حاليا يمكن انا اتوقع يمكن هذه السنه انا سمعت في العراق انه اكو اكاديميه، بس تعرف انت يعني شغالين في الدوري القطري، ما صارت لنا فرصه حتى نروح للعراق. واذا صارت لنا فرصه احنا انا يعني نيابه عني وعن اخواني اللاعبين العراقيين اول الناس نكون احنا داعمين للاعبين ان شاء الله. انت بما انك تكلمت عن دعم اللاعبين، خلينا شوي نتكلم عن دعم المجتمع. شلون تشوف دور اللاعب في دعم المجتمع ومساندته من خلال المباريات ولعب الكره، خصوصا ان انتم لعبتوا قبل فتره مباراه مع نجوم الدوري الايطالي؟ كلمنا عن المباراه وشلون كان. طبعا شوف احنا لاعبين صحيح محترفين، بس احنا نطمح للاحسن. مثل ما تقول احنا لعبنا مع نجوم ايطاليا، طبعا هذا حافز زياده اللي احنا اللي نقدمه ونسويه عندما تلعب مع مباراه خيريه اللي هي سببها لاجل اطفال العراق. تحس انه فانت يعني تحس انت مسوي شيء يعني كبير لاطفال العراق انك جزء من اي جزء شيء اكيد. احنا صدقني يعني احنا كل ما نلعب مباراه كل ما نلعب يعني تمثل المنتخب العراقي، احنا احساسنا يكون بالعراق اكثر من ما نلعب في المباراه. زين، خلونا الحين مع بعض نروح نشوف تقرير مباراة منتخب الأشبال مع نادي تشيلسي الإنجليزي. نشوف المباراة. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هالتقرير، ورجعنا ما شفنا العنابي الصغير ويخسر ضد تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-1. كابتن، احنا غالبا ما نثير الموضوع في حلقاتنا، ايش رايك في زيارة فرق كبيرة للقطر واللعبة مع المنتخبات والفرق الصغيرة من اللعيبة الصغار؟ هل هذا يفيد اللاعب الناشئ اللاعب الشاب؟ شيء اكيد. انا مثل ما قلت لك في الكلام اللي سبقنا قبل قليل، اللاعب لما يحس بانه له دعم من قبل يعني لاعبين محترفين او من قبل انديه معروفه اوروبيه، اللاعب راح يحس بانه هو جزء من هذا المجتمع، جزء من هذا المجتمع الرياضي، يحس انه يطور نفسه، ان يقدم ما عنده. ومثل ما تعرف هو بعد لاعب شاب صغير يحب ان يعني يكثر الدعم له، يحب ان يتطور في مجال الرياضه، وهذا اتوقع يعني اي نعم يكون متحمس. هذا انا اتوقع انه شيء فاد الكره. طبعا كابتن كرار، ننتقل الحين الى اسئله الدوري القطري. طبعا بيكون الدوري القطري لحد الحين في حماس بالنسبه للمركز الاول، بينهم تنافس بين ثلاث انديه اللي هم الريان والغرافه والسد. كابتن كرار، بسألك سؤال، ايش رايك في المنافسه السنه في الدوري القطري؟ انا اتوقع ان المنافسه في هذا الموسم تختلف عن باقي المواسم. هذا الموسم يعني صار بعض التغير في اللاعبين المحترفين، وما اتوقع فريق ضعيف فريق قوي. انا يعني من المباريات اللي تابعتها مع الفرق اللي لعبت معاها، انا اشوف ان فريق ما يبقى مستوى ثابت. ان كل فريق يعني يظهر مباراه شكل، كل فريق يقدم في مباراه يعني مستوى يختلف عن باقي المباراه. تشوف فريق يفوز هذه المباراه مع فريق قوي، يجي فريق يخسر مع فريق يعني ما نقول في المراتب المتقدمه، في المراتب اللي وسط الترتيب الدوري يتعادل او يخسر. فاتوقع يعني هذا الدوري يعني في تنافس كلش قوي. يعني تقدر تقول ان مستوى الانديه متذبذب؟ بعض الشيء مو متذبذب، بعض الشيء يعني يمكن او متقارب. لا المستويات متقاربه. انا اقول لك لو تقارن الخريطيات بالريان هم نفس الفرق، بس بعض اسماء اللاعبين، بعض المحترفين اللي هي تغير مسار اللعب. مثل ما تعرف يعني فريق الريان فقد لاعبين في المباراة السابقة مع السيلية، خسر المباراة. يعني
انه اللاعبين المحترفين الموجودين هم ياثرون مع الفريق. زين ما تقدر تتوقع من بياخذ الدوري؟ طبعا انا قلت لك انا ما يعني اتوقع الفريق اللي يجتهد والفريق اللي ما يفرط بنقاط مباراه انا اتوقع اني يتصدر. زين كابتن كرار، شلون تشوف حظوظ الوكره في الوصول للمربع؟ هل والله يعني الى الان انتم مثلا في النادي بينكم بين اللاعبين بين بعض، يعني هل تحاولون انكم توصلون للمربع او انكم فقدتوا الامل في الوصول؟ لا احنا بالعكس ما فاقدين الامل، احنا عندنا يعني الامل موجود امامنا والفرصه متاحه امامنا ان ندخل المربع. صادفت يعني طبعا انا اتوقع فريق الوكره ما محظوظ. فريق الوكره يعني دائما اصابات تصادف عنده او حرمان يعني بعض اللاعبين. ايوه غيابات بعض اللاعبين. نفسك طبعا اي والله صحيح. لو كان فريق الوكره كامل من اصابات وغيابات انا اتوقع ما يفرط باي نقاط في مباراه واحده. زي كابتن اكاي، شلون عندك 4 بطاقات صفراء؟ يعني هاي يدل على انك لاعب يعني غلطان، كرت احمر ماخذ. كارت احمر بعد. انا طبعا هاي يدل على انك لاعب عنيف في الملعب. لا شوف انا طبعا محترف لاعب يعني. نعم انا لاعب مركز او مركزين في الفريق. بس ارجع واقول لك بعض الغيابات تخلي المدرب ان يلتجئ الى تغيير لاعبين. بس هم اللاعبين السبب في الغيابات. اوكي انا معك، لاعب ينصاب، اللاعب ما هو يعني ما يحصل كارت احمر ولا كارت اصفر. هاي اي لاعب موجود في العالم هذا معرض لهذا الشيء. بس انا اقول لك المدرب لو يجي المدرب يطلب من عندك في الطلب يقول لك انا اريدك تلعب في هذا المركز وانا في حاجه هذا المركز، شيء اكيد انت راح تلبي له. انا كنت في هالمباراه اللي حصلت فيها كارت احمر كنت الشوط الاول بلعب مدافع يسار، يعني انا كنت ظهير يسار يعني ظهير يسار. بس بحاله الكره يعني بصعد مع الكره، بس كان عندنا ديلان هيل المحترف الهولندي كان مصاب. فالمدرب يعني يعرف انا عندي يعني نوع من الدفاع، ما عندي مشكله في اي مركز العب، يعني دائما يحاورني يمين يسار في الوسط هجوم، يعني في كل مراكز العب. فحصلت الشوط الاول الكارت الاصفر، والشوط الثاني انا اعتقد ان الحكم ظلمني لان الفاول اللي سويت الفاول كان مع وسط الملعب لنادي السد، وكان احتكاك بسيط مع اللاعب، يعني انا اللي احتكيت في اللاعب وسقطت، حتى اللاعب بعدين سقط وراي. الحكم جاء اعطاني كارت اصفر احمر وانا متفاجئ يعني بالكارت يعني. بس كابتن يعني عفوا على الكلمه، يقولون انك انت مشهور انك تخدع الحكام بالتمثيل شوف انا سبقا وان كنت يعني تكلمت في الصحافه وفي الاعلام، انا احاول ان ابعد نفسي عن الاصابه، يعني تمثيل في السقوط، تمثيل حركه زائده في يعني عن اللاعب التاتش القوي، احاول ان ابتعد عن الاصابه. يعني الحكام ولا الاعلاميين يمثلوني بان امثل انك تخدع. انا اخدع الحكم لا ما. زي كابتن طبعا رايحك